ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، كنت وعدت في الخطبة الماضية أن أتحدث اليوم عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المعارضة، وخاصة في مرحلة المدينة المنورة، لكني أرجئ هذا الموضوع للخطبة المقبلة بإذنه تعالى من أجل الحديث عن أمر هام عام. الأمر الهام العام الذي يتناوله الخطباء اليوم ويتناوله الإعلام أيضا من أجل أن يمثل حملة عامة ذات مصلحة ومنفعة عامة، هو قضية حوادث السير. هذا الموضوع الذي كل مرة نتناوله، وربما أكثر من مرة في العام، ويستحق منا أن نتناوله أكثر من مرة في العام، من أجل التذكير أولا، والله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن أجل البحث المستجد ثانيا عن كل الحلول التي من شأنها أن تقف هذه الحرب التي يعيشها مجتمعنا. هي حرب حقيقية. نحن ننظر في دول تعيش حروبا طاحنة بالأسلحة الفتاكة، وأحيانا قد لا تصل نتائجها من القتل ومن الإعاقات ومن الهموم والغموم والأحزان والكوارث إلى ما نصله نحن بهذه الحرب التي يشنها بعضنا على البعض، والتي يقتل فيها بعضنا بعضا ويؤذي فيها بعضنا بعضا. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، لأن قتلك أخاك المسلم كأنما تكون قد قتلت نفسك. وقد عبر القرآن الكريم بهذا الأسلوب الرائع، لم يقل ولا تقتلوا إخوانكم، وإنما قال ولا تقتلوا أنفسكم. قد تفهم على أساس من ينتحرون، أي من يقتلون أنفسهم ويزهقون أرواحهم، ولكنها أعم من ذلك، بحيث تشمل قتل المسلم لأخيه المسلم أو حتى لغير المسلم بدون حق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تحدث عن قتل نفس واحدة فقال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. زوال الدنيا أي الدنيا كلها لا تساوي عند الله تعالى أن تقتل نفسا مؤمنة واحدة. لذلك نحن الآن عندما نرى هذه الحوادث وعندما نرى هذه الكوارث التي تقع على طرقاتنا، ولا شك أن كل واحد منا قد تضرر منها، كل واحد منكم لا شك أنه عندما يبحث في قرابته أو عندما يبحث في عائلته وأسرته وجيرانه لا شك أنه يتذكر مأساة من المآسي ويتذكر كارثة من الكوارث. لا زالت النسبة لم تنخفض بعد. كنا نتمنى وكل مرة نتمنى أن تنخفض النسبة ولو قليلا. لا زلنا في معدل 10 يوميا. أمة تقتل 10 من الناس على الطرقات بشكل يومي، معناه أنه جنون. هذا جنون حقيقي، هذا حمق حقيقي. الأمة يجب أن تبحث عن حلول جذرية. دعك من الحلول الترقيعية والكلام المناسباتي، إنما تحتاج الأمة إلى حلول حقيقية من أجل أن يقف هذا النزف الشديد للدماء على الطرقات. وتصوروا أن كل 10 من هؤلاء الذين يقتلون يقولون إن المعدل أن كل واحد يقتل على الطريق إلى جواره أكثر من 4 أو 5 من المعاقين الذين يصابون بإصابات خطيرة جدا، بمعنى إعاقة بقطع الأطراف، إعاقة نهائية، أو ربما بفقد البصر أو بفقد السمع أو بشيء من هذه الإصابات الخطيرة. ثم هذه الإصابات الخطيرة أمام كل واحدة منها إصابات أخرى 3 أو 4 بالإصابات الخفيفة التي قد تمنع صاحبها من مزاولة العمل لمدة شهور وربما سنوات، وقد يشفى وقد لا يشفى. ثم أمام هؤلاء الضحايا من القتلى ومن المصابين الذين يصابون بإعاقات دائمة أو حتى مؤقتة، هل تعرفون كم أمامهم من الأرقام من الناس الذين يعيلونهم من أسرهم، من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأزواجهم؟ أي أن القضية عندك تمشي بطريقة بمعادلة هندسية، بمعنى أنك تنطلق من حادثة واحدة، لكن الحادثة الواحدة وخاصة إذا كانت في حافلة قد يؤدي ضررها أحيانا إلى المئات، لأنها قد تقتل 20 من الناس، وأمام 20 أكثر من 20 آخرين من الجرحى، وأمام كل هؤلاء عشرات من أفراد أسر كل واحد من هؤلاء، بمعنى أنك في كارثة، بمعنى أنها مصيبة لا نقدرها حق قدرها. لذلك الغرض الآن أيها الإخوة من هذه الخطبة وأمثالها ليس من أجل أن نلقي المسؤولية على فلان أو علان، لأن الناس اعتادوا دائما كلما وقعت مشكلة أن يسائلوا فلانا أو فلانا أو فلانا، وهذا خطأ، هذا خطأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتحمل المسؤولية الجماعية. المسؤولية ليست فردية، والله لو وقع في بلادنا ما وقع ما لم تتغير العقليات، وما لم تتغير تربية الناس، وما لم يضبط الناس سلوكهم، فإن الأمر لا يمكن أن ينتهي أبدا، لا يمكن. لو جئت بوزير ومسؤول ومصاحبين له من كندا أو من سويسرا أو من أي دولة وأتيت بهم إلى بلاد لا تحترم قوانين المرور ولا تعرف تربية حقوق الآخرين ولا تحترم حق أسبقية، فإنك لا يمكن أن تقضي على هذا الأمر أبدا ولو جئت بمن أردت أن تأتي. نعم، هذه أمور مساعدة، ولكن لا بد من تغيير العقليات، لا بد من تغيير سلوك الإنسان، ولا بد من تقدير العواقب. اعرف
أيها السائق خاصة أنك ما زلت في فسحة من دينك ومن نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي ما لم تقتل على الطريق أو على غير الطريق. عندما تصل إلى مرحلة القتل كن على يقين أنك حتى لو أفلتت من العقوبة الدنيوية ومن الحبس والغرامة فإنك ستعاني طول عمرك نفسيا، لأن الذين وقعوا في هذا نعم حتى بالخطأ أو شبه الخطأ، فإن الإنسان يعيش حياته كلها على كابوس تلك الروح التي أزهقها، لا يستطيع أن ينام في ليله، لأنه كلما أراد أن يهجع إلا وجاءه خيال ذلك الطفل البريء الذي قتله على الطريق، أو ذلك الرجل العجوز، أو تلك المرأة العجوز، أو ذلك المعاق، أو ذلك السليم من رجل أو امرأة كبير أو صغير. بل إن بعضنا أحيانا قد يقتل قطة على الطريق يدهسها دون أن يشعر، فيشعر بألم شديد في نفسه، فما بالك وقد قتلت نفسا؟ لذلك احرص تمام الحرص على ألا تقع في هذا. لذلك عندما نتناول هذا الموضوع إذن يجب أن تحدد المسؤوليات، يجب أن يعرف أن الجميع أننا جميعا مسؤولون أمام الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذه الموءودة الطفلة الصغيرة، أو ربما حتى الوعد الخفي في الإجهاض، أي قتل الجنين في بطن أمه، وهو جريمة كبرى يحاسب عليها الإسلام، فكيف بمن يقتل إنسانا صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، كيفما كان على الطريق؟ إذن لابد أن نتعلم تحمل المسؤوليات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الجميع مسؤول عن هذه الجرائم التي تقع. الراجل أيضا الذي يمشي راجلا في الطريق هو أيضا مسؤول عن ذلك. هل تعرفون أن ما يسمى بالدول المتقدمة، لأننا نتحدث عن الدول المتقدمة أحيانا ونقول كيف استطاعوا أن يقضوا على حوادث المرور، أو على الأقل أن يقللوا منها، وكيف استطاعوا أن يحقنوا دماءهم على الطرقات. هل تعرفون أن الرجل أو المرأة إذا قطع الطريق في غير ممر الراجلين، خاصة في الشوارع التي حددت فيها ممرات الراجلين، هل تعلمون أن الشرطي يستدعيه ليعلق له عقوبة؟ نعم، يعاقب الإنسان إذا قطع الطريق في غير ممر الراجلين. نحن ما زالت عندنا هذه الثقافة غير موجودة تماما، غير موجودة، إما لأن ممرات الراجلين أصلا غير موجودة وهذا مشكل الإدارة، وإما أن الناس يجدون أمامهم هذه العلامات، وربما وجدوا أمامهم أضواء قد لا يعرفون أنها تعني الراجلين بالذات، خضراء وحمراء أيضا للراجلين، لكنهم لا يعبؤون بها. وتجد الرجل المثقف أحيانا، بل تجده من علية القوم أحيانا، ولا يقطع الطريق إلا في وقت يكون فيه ضوءه أحمر، بمعنى أن ضوء العربات والسيارات أخضر. هذه مشكلة. إذن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراجل راع على الطريق في أن ينتبه جيدا قبل أن يقطع الطريق، لأن هذه الطريق وضعت للسيارات، فإذا أراد أن يقطع الطريق فلا بد أن يجد مكانا، ولا بد أن يوجد له المكان الذي يقطع فيه الطريق بشكل آمن. نحن عندنا ممرات حتى للقطارات أحيانا وتقع الكوارث. لماذا لا تقع هذه الكوارث في دول أخرى؟ لماذا تقع بالضبط عندنا وعند المصريين؟ وتجد الناس يقتل بعضهم بعضا، ويأتي القطار فيمر على شاحنة أو يمر على عربة أو على سيارة. لماذا لا تضبط هذه الممرات؟ أعجز الناس عن أن يضبطوا ممرات القطارات حتى لا تدهس الناس، أو ممرات السيارات؟ لكن المشكل مزدوج، المشكل في الإدارة التي لم تجهز هذه الأشياء، وفي البشر أيضا
الذين يقطعون الطرقات في غير ممر للراجلين. في بعض الأحيان تجدهم يضعون قناطر على السكك الحديدية مثلا، طبعا لا يستطيعون أن يضعوا قنطرة في كل كيلومتر، هذا غير ممكن. من وجدة إلى البيضاء 600 كيلومتر، لا يمكنك أن تضع 6000 قنطرة أو يزيد، لا يمكن. لكن توضع بعض القناطر في أماكن معينة، لكن الناس يحرصون على أن يقطعوا السكة كل على حسب بيته، بمعنى أنك يجب أن تضع غطاء على القطار من أجل أن لا يدهس الناس. هذا مشكل، هذا مشكل. إذن الناس مسؤولون في هذا، أصحاب السيارات مسؤولون في هذا أيضا. عندما تتجاوز السرعة المحددة يقول لك البعض هذه قوانين بشرية أوروبية. نعم، هي قوانين بشرية، ولكنها صارت قوانين شرعية، لأنها تؤدي إلى القتل أو تؤدي إلى حماية الإنسان. والله عز وجل يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بمعنى أن القضية فيها أحكام شرعية، أحكام شرعية، بمعنى أن احترام إشارة المرور واجب شرعي، واجب شرعي يحرم حرمة مطلقة أن تتجاوز الإشارة الحمراء، لأنها ستؤدي حتما إلى أخذ حق الآخر أولا إذا هو صبر على اعتدائك عليه، وإذا لم يصبر فإنها ستؤدي إلى الاصطدام، وإذا أدت إلى الاصطدام فقد تؤدي إلى الجرح أو إلى القتل أو إلى الكارثة التي لا تحمد عقباها. لذلك فاحترام هذه القوانين واجب شرعي وليس فقط قانونيا، وإنما الشرع يلزمك أن تحترم هذه القوانين. ما الذي يقع في طرقاتنا هنا في مدينتنا هذه خاصة؟ أنا أرجو أن تصل الرسالة على الأقل إلى الإخوة الحاضرين، وكل حاضر يمكنه أن يشيع هذه الثقافة أمام الآخرين. والله صارت عندنا الأمور غريبة، ترى الإشارة خضراء أمامك فتريد أن تقطع الطريق، لكن أحدهم يأتي من الاتجاه الآخر، وأحيانا بسرعة جنونية، لأنه يخشى أن يدركه الضوء الأحمر، فإذا به يدركه ويمر بتلك السرعة، بمعنى أنه مشروع قاتل، مشروع قاتل. لماذا هذه العجلة؟ لماذا هذه السرعة؟ وما بين المسرع والمبطئ أحيانا شيء، ما بينهما شيء، لأنك قد تخرق إشارة حمراء فتصل إلى الإشارة الأخرى فتجد أمامك طابورا لا يمكنك أن تتجاوزه إلا إذا صنعت طائرة، وآنئذ قد يقع شيء آخر. فتجد الإنسان مخطئ من يظن داخل المدن خاصة أنه يمكن أن يربح وقتا بالسرعة، مخطئ، لأنك عندما تظن ذلك فستسرع أكثر من اللازم، وقد ينتج عن ذلك إبطاء، وقد ينتج عن ذلك نقل لك إلى الآخرة أو إلى المستشفى أو إلى السجون. هذه هي النتيجة. لذلك لماذا لا نغير سلوكنا أيها الإخوة؟ لماذا لا نغير طريقنا؟ لماذا لا نغير أخلاقنا؟ لماذا؟ والمسؤولية ليست فقط على هؤلاء، أصحاب الصيانة أيضا الذين يعطونك وثيقة على أن هذه السيارة صالحة للاستعمال، لكنهم ربما أخذوا رشوة أو ربما لم يأخذوها، لكن لأنك تعرفه فإذا به يطبع لك صكا على بياض كما يقال. أحيانا لا يرى الصائن تلك السيارة أصلا ويعطيها ورقة أو وثيقة بأنها صالحة للاستعمال. هذا أيضا مساهم في الجريمة، سواء الذي أعطى الوثيقة أو الذي أخذها، هما معا في الإثم سواء، وهما معا مشروع قاتل. لا تنظر إلى الدريهمات فقط، بعض الناس يبخلون أحيانا على إصلاح عجلات سياراتهم، لكن عندما يقعون في حادثة ولو خفيفة تجدهم ينفقون آلاف الدراهم، ولو أنهم أنفقوها لإصلاح العجلات والفرامل ومراقبة ما يمكن أو يجب مراقبته
لتفادوا كل تلك الأموال التي ينفقونها. نحن أحيانا نبخل على أشياء أساسية وخفيفة الثمن، لكننا ندفع ثمنها غاليا، وقد لا يعوضنا ذلك الثمن الأرواح التي أزهقت، ولا يعوضنا الخسارات التي ضاعت، والوقت أيضا الذي نضيعه في كل ذلك. المراقبون أيضا من كلفوا داخل المدن أو خارجها بمراقبة هذه العربات، هؤلاء أيضا مسؤولون أمام الله عز وجل، لأنهم يرون أمامهم المنكر وباستطاعتهم أن يغيروه بأيديهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت أيها الشرطي أو أيها الدركي بيدك أن تغير المنكر بيدك، ولا يجوز أن تأخذك رحمة بالمخالفين. نعم أقولها وأتحمل مسؤوليتها، يجب أن نقضي على الرشوة، يجب أن نمنع المال الحرام، ولكن يجب أيضا ألا تأخذنا في الله لومة لائم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أستاذك في ذلك عندما قال للذين جاءوا يشفعون له في أسامة بن زيد، أو يتشفعون إلى أسامة بن زيد في من سرق منهم ليسامحوه، فقال له: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ نحن مشكلتنا أن الواحد منا شاب متهور يخرج أحيانا بدون رخصة، وربما مخمورا فيقتل، وتجري الاتصالات بالهواتف فتقضى القضية وينتهي الأمر وكأن لا شيء وقع. أمة كهذا لا يمكن أن تنتهي منها هذه الحرب الطاحنة. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة؟ قال له: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عندما تسمع ما يقع في أوروبا، لماذا لا يقلد الحداثيون الأوروبيين في هذه الأشياء؟ لماذا ينقلون لنا فقط مسخهم؟ لماذا حرصوا أول أمس في أن يخاطبوا الناس مباشرة بالأفلام الماسخة، بالأفلام الرديئة التي تحط من الذوق والتي تريد نشر العري والفاحشة في المجتمع؟ ويقول قائلهم إن الأوروبيين انفتحوا في هذه الأشياء وما عاد لديهم مشكل في أن يعانق الرجل المرأة أمام الملأ في السينما أو حتى على التلفزيون. لماذا لا تقلدونهم في هذه الأشياء؟ لماذا لا تنقلون لنا فيلما سينمائيا وتعالجون فيه هذه القضايا، قضايا حوادث المرور؟ السينما ليس شأنها أن تنقل الواقع الموبوء، ليس شأن السينما الحقيقية عند العارفين أن تنقل أوساخ المجتمعات كما يفعل هؤلاء المخرجون عندنا. السينما الحقيقية هي التي تعالج قضايا الناس، هي التي تعطي الحلول، هي التي يتابعها الناس فيكتشفون أخطاءهم من أجل إصلاحها. أما نقل قاذورات الأحياء الشعبية والأوساخ التي تقع فيها والكلام النابي الساقط الذي كاد يندثر ثم ينقل إلى الإعلام ثم ينقل إلى التلفزيون، ويأتي هؤلاء من أجل أن يناقشوه أمام الناس مباشرة، والناس يفتحون أفواههم، وربما يدعم هذا الإنتاج السخيف من أموال الأمة بمئات الملايين بدل أن تنفق على الطرقات من أجل إغلاق الحفر، بدل أن تنفق هذه الملايين المملينة لإصلاح الطرقات وملء الحفر التي تقع فيها السيارات وبناء القناطر على السكك الحديدية، تنفق على هذه السينما الهابطة الساقطة التي تريد أن تنشر الرذيلة في المجتمع وأن تنشر العري والكلام الساقط النابي للأسف. لذلك فالجميع مسؤول إذن عن هذه القضية، الجميع مسؤول. الوزارة المسؤولة أيضا مطالبة بأن توفر للناس هذه الإشارات. أحيانا ننتظر إلى أن يقع في مفترق طرق إلى أن تقع فيه عدة حوادث تؤدي إلى مجموعة من القتلى، ثم بعد ذلك نأتي بعلامة قف. لماذا لم تضعها من قبل؟ لماذا تنتظر إلى أن يقع قتيل أو أكثر ثم تأتي بالعلامة؟ لماذا لا تضع العلامة قبل ذلك؟ الوقاية خير من العلاج. ثم من المسؤوليات أيضا الكبرى في هذا الباب وهي كثيرة، قضية
الرشوة عندما يستمرئ الواحد منا أن يعطي رشوة من أجل ألا تسجل عليه المخالفة، وخاصة إذا علم أن عربته لا تتوفر على شروط الصحة وشروط الاستعمال على الطريق، فهو لديه أحيانا عجلات ممسوحة لا تؤدي فقط إلى قتله هو، وإنما قد تؤدي إلى قتل الآخر، أو لديه حمولة زائدة. عجيب أن الذي صنع هذه الشاحنة أو السيارة قال لك إن الوزن المأمون عليها هو كذا، لكنك تحمل عليها ضعف ذلك، ثم إذا أراد المراقب أن يسجل لك مخالفة تشتري المخالفة ب100 درهم أو ب200. هذه جريمة أخرى، هذه جريمة كبرى أيضا، ولا يجوز ولا يمكن أن يقضى على هذا الأمر ما دامت الرشوة في المجتمع، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. من المسؤوليات أيضا قضية الخمر. غريب والله أن أمة دينها يحرم الخمر، وتحريم واضح في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمة اجتنبوه أشد من كلمة حرام، لأن الحرام ما يحرم تناوله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لكنك يمكنك أن تقترب منه، لكن يحرم عليك تناوله. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، أي يحرم عليك المعاشرة لهؤلاء المحرمات، لكن لا يحرم عليك أن تقترب، بل واجب عليك أن تقترب من أمك وابنتك وأختك وعمتك وخالتك. لكن كلمة فاجتنبوه أشد، بمعنى اجعلوا بينكم وبينها مسافة، أي ليست فقط حراما وإنما حرام حتى النظر إليها أو الاقتراب منها. أمة ترخص لبيع الخمور، أمة تباع الخمور عندها علنا في الأسواق الممتازة، ويدخل الناس ويتبضعون الخمر كما يتبضع الناس الحليب أو الماء، بل في بعض الإحصاءات أنها ربما تشرب من الخمر أكثر مما تشرب من الحليب. كيف يمكنها أن تقضي على حوادث المرور؟ نحن لا نحتاج إلى تلك العلاجات الترقيعية عند الأوروبيين، نحن قانوننا الإسلامي أرقى. إذا كان الأوروبيون يضعون آلات يراقبون بها نسبة الكحول في فم الإنسان، فنحن في غنى عن كل هذا. يكفي أن نطبق هذه المسألة الشرعية بأن نحرم الخمر على الناس. وما الذي يقع لو أن الخمر حرمت ومنعت ولم تعد تتداول في الأسواق؟ هل سيموت الناس؟ حتى السواح، هل سيموت السائحون؟ هل تعرفون، أخاطب خاصة وإن كانوا ليسوا معنا هنا في المسجد، هؤلاء الحداثيين الذين يقولون لا سياحة بدون خمر ولا اقتصاد بدون خمر. هل تعرفون أن السياحة المقبلة وآتية من بعض الدول، من الإمارات المتحدة ومن دول أخرى ومن ماليزيا ومن دول كثيرة، هل يعرف هؤلاء وهل درسوا الاقتصاد والسياحة وهل عرفوا أن هنالك سياحة مقبلة ويقبل عليها المسلمون وغير المسلمين تسمى السياحة الإسلامية؟ اقرأوا مقالا كتب في مجلة الاقتصاد الإسلامي عن السياحة الإسلامية، فنادق 5 نجوم أو أكبر ومنتجعات للسياحة الإسلامية. ماذا تعني السياحة الإسلامية؟ يعني ليس فيها خمور، ليس فيها قمار، ليس فيها اختلاط، تضمن للناس شواطئ خاصة بالذكور وشواطئ خاصة للنساء من أجل الاستمتاع، أي كل ما يمكن أن يستمتع به الإنسان يكون متاحا ومباحا ولكن بدون محرمات. وقالوا إنها حققت أرباحا طائلة، بل قالوا، اقرأوا هذا الكلام، قالوا إن أكثر مرتادي هذه الفنادق ليسوا مسلمين. غريب هذا، نعم ليسوا مسلمين، لأن الأوروبيين ليسوا كلهم حمقا وليسوا كلهم سكارى، منهم أيضا من يريد أن يعيش السياحة دون محرمات ودون خمور ودون اختلاط، منهم من يريد ذلك.
واستطاع الناس أن يدخلوا أموالا طائلة بهذه السياحة الحلال التي تحترم هوية الأمة وتتجنب المحرمات. نحن إذن عندنا قانون شرعي في هذا. لماذا لا توقف هذه الخمور ونعرف؟ والإحصاءات نفسها الرسمية تقول إن الخمر مسؤولة عن نسبة عظيمة جدا من حوادث السير على الطرقات. يكفي أن سائق حافلة قد يكون مخمورا فيودي ب50 من الناس معه أو يزيد، ويكفي أن يكون صاحب سيارة أجرة مخمورا فيودي ب6 من الناس معه وربما أكثر. إذن نحن عندنا حلول، عندنا قواعد شرعية، لكن للأسف حتى عندما تعالج هذه القضايا في الإعلام يصر القائمون على الإعلام عندنا أن لا يحضروا جانب الدين أبدا. يتناولون السينما أو يتناولون حوادث السير أو يتناولون الإجهاض، يتناولون كل القضايا، لكن الذي يحرصون على إقصائه والذي يحرصون على عدم مشاركته هو صاحب الدين، هو العالم، هو الفقيه، هو الذي له اطلاع على المسائل الدينية. يحرصون قدر المستطاع على تجنبه لأنه يحرجهم، لأنه يعطي الحلول الحقيقية ولكنها إسلامية. بعض قنواتنا كانت في بداية أحد برامجها تحرص على أن تحضر أستاذا في الإسلاميات من أجل مناقشة قضاياها بدون حرج، ولكنها بعد ذلك أدركت أن الأمر ربما يسوق إلى الشريعة وإلى الدين، فإذا بها تقصي الجانب الإسلامي ولم يعد يحضر أحد ممن يناقش القضية بشكل شرعي. هذه إذن أيها الإخوة القضايا واضحة، ويجب أن يتحمل كل منا مسؤولية إذا أردنا أن نسهم في رفع هذا الوباء وهذه الجريمة التي تقع أمام أعيننا يوميا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فادعوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. أعتقد أن هذا الموضوع ليس في حاجة إلى كثرة كلام ولا إلى كثرة تحليلات وتعليقات وبرامج، وإنما الأمر واضح يحتاج منا إلى تغيير السلوك وإلى تغيير التعامل وإلى احترام الآخر في هذا الحق المشترك الذي هو الطريق. لكن لم يعد في الوقت متسع، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة، قبل أن نسأله لحقن دماء إخوتنا في بلاد الشام، أن نسأله أن يحقن دماءنا نحن المغاربة على طرقاتنا. اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين. اللهم اهد الشباب واهد الضالين من السائقين، اللهم اهد الضالين من الراجلين، اللهم اهد الضالين من المسؤولين، اللهم اهد الضالين من المراقبين، اللهم اهد الضالين من كل الذين لهم دور في هذه الحرب الشنعاء التي على طرقاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا، اللهم زدنا علما وإيمانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. احقن اللهم دماء إخوتنا في بلاد الشام، اللهم أغن فقيرهم، اللهم اكس عراياهم، اللهم كل أطفالهم ونسائهم وأراملهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. وحد اللهم صفوف هذه الأمة، اللهم وحد صفوف هذه الأمة. اللهم إن هذه الأمة قد اختارت شريعتك وقد اختارت عن طواعية دينك ومنهجك، فنسألك اللهم أن تمكن للإسلام في الأرض، اللهم مكن للإسلام في الأرض، اللهم إنها أرض الإسلام وأرض المسلمين، فنسألك أن تمكن للشريعة في كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه، أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.